أيكم الوزير؟ بين موكب الوزير وشجرة سيدنا عمر. شفت قبل شوي فيديو لموكب أحد الوزراء، رتل كبير عديتهم بجوا 10 أو 11 سيارة سوداء غير سيارات الأمن. سألت حالي سؤال بسيط، طيب ليه؟ ليه يا معالي الوزير؟ ليه؟ تذكرت القصة اللي كلياتنا بنعرفها، وقت اجى رسول كسرى ليشوف سيدنا عمر فلقى نايم تحت شجرة وما قدر يفرقوا عن الصحابة التانيين أو عن عامة الناس، حتى أنه اضطر يسأل أيكم عمر؟ أمتى بده يجي اليوم اللي نقول أيكم الوزير؟ ليه؟ ليه يا معالي الوزير؟ وهذا الفيديو ما موجه لوزير معين أو لمسؤول معين، موجه للكل، لكل حدا ربنا كلفه بمنصب أو بمكان ليخدم فيه الناس، ليخدم فيه الناس. ليش هذا الموكب الطويل؟ والله الدول ما بتنبنى بالمواكب، والله الهيبة ما بتجي بعدد السيارات، الهيبة بتجي بعدد الإنجازات. سيدنا عمر كان أشجع وأقوى رجل بدولته، كان نايم تحت شجرة ما قدروا يفرقوه عن الناس. أمتى بده يجي اليوم اللي ما نقدر نفرق المسؤول عن الناس ونقول أيكم الوزير؟ أيكم المحافظ؟ مين المحافظ بيناتكم؟ أمتى رح يجي هذا اليوم؟ أمتى؟ المنصب تكليف ما تشريف، المنصب هو خدمة للناس، ربنا كلفك فيه ورح يسألك عن كل شيء. اتذكر دايما انك بتكليف ما بتشريف. وبرجع بقول هذا الفيديو للجميع، ما لمسؤول معين.